صباح الفل، ازيكم عاملين ايه يا جماعه؟ في ناس كتيره بتقول لي ازاي اخش اتداول وازاي اختار السهم الكويس. تعال اقول لك. هتخش يا معلم على الاسهم، تقعد تدور يا معلم. الموضوع سهل وبسيط. تمام. تنقي اسهم سعرها بسيط على قدنا، لانه الاسهم اللي سعرها بسيط بتطلع. اي سهم سعره بسيط تلاقيه بيضرب الضعف والضعفين بسهوله. لكن السهم التقيل زي اوراسكوم مثلا بيطلع بطيء. هو فيه فرصة ربح كويسة، بس هتلاقي أعلى سعر ليه مش هيناسبك. اللي عايز واحد يحط مثلا مليون، 500 ألف عشان يطلع منه مكاسب كويسة. لكن اللي يحط مثلا 5 10 15 ألف ده ما ينفعش مع السهم ده. بس سهم راسي وثابت وينفع ناس كتير. وزي ما انتم شايفين أعلى حاجة ليه ممكن يوصل ل70% ولا 80% مكسب. ده بالنسبة لي مش حلو. تمام. وبيبقى تقيل بس بيطلع وينزل. يعني ده انا اروح اعمل ايه؟ لو عايز استخدمه اروح مصوره واستناه ينزل للرقم ده اللي هو 250 جنيه. تمام. لكن مثلا بالم هيلز للتعمير نخش نشوفها سعرها بسيط وحنين. نشوف الرسم البياني بتاعها خلال 6 شهور كانت عاملة كام، خلال سنة عاملة كام. يعني ده ممكن تستناه يوصل ل5 جنيه وتشتري. تمام. ما تستعجلش، ده تصوره وتعينه. بس ده بيطلع طلوع بسيط برضو ضعيف. اي كابيتال ده احسن سهم. ده بتشتريه ب2.5 مثلا، وتبيعه على 6 7 جنيه. بس يقعد معاك 6 شهور. يعني هو هيجي على رمضان وينزل. اغلبية الاسهم اللي بتطلع وتنزل طول السنة بتيجي في رمضان وتنزل، فانت تشتري منها في رمضان. تمام. يعني من 6 شهور تيجي تبص بصة. معلش النت عندي ضعيف شوية عشان ايه، في عز النهار. زي ما انت شايف 92 قرش من 6 شهور، وقبلها كان ب6.5. فانت لو جيت بصيت يا معلم، السهم ده جميل جدا تشتريه لما يوصل للسعر ده. امتى هيوصل للسعر ده؟ معاك في رمضان، بعد رمضان. تشوف مثلا السهم ده سعره مثلا 82 قرش، 2 جنيه 82 قرش. هتيجي تبص كده في الرسم البياني. من 6 شهور كان واصل ل2 جنيه، 2 جنيه و70 قرش، 71 قرش بالظبط. تمام. تيجي من سنة تيجي تلاقيه 2 جنيه، 2.5 مثلا، بيوصل 3.77. يعني السهم ده تلاقيه قوي. تمام. أهم حاجة تخش تتأكد من الرسم البياني على جوجل. تخش تتأكد. أنا اتأكدت منه، والسهم ما شاء الله عليه فعلا بيطلع وينزل طول السنة. فده دلوقتي وقت شراء. دي نصيحة، عايز تشتري اشتري، بس ما تحطش الفلوس اللي معاك كلها. حط نص المبلغ واستنى عليه شوية. طلع ما تحطش، نزل حط. لو نزل جامد ما تحطش يعني. هو مش هينزل جامد، بس هو لو نزل مثلا 2.5 اشتري. لقيته نزل مرة واحدة 2.5 وحاسس انه هينزل تاني، ما تشتريش. تمام. بس هو مش هينزل عن 2.5. وخلال 6 شهور هيطلع يا معلم. من 6 شهور لسنة هيطلع 200%. من 70%، لا، من 70% ل100%. يعني لو حطيت 10 آلاف ممكن تسيبها سنة يبقى 20، يبقوا 18. ودي نصيحتي. الناس اللي تيجي تتكلم معايا على السهم ده كتير ويقول لك السهم ده مش كويس. السهم ده
احب اقول لك ان السهم ده احسن سهم اشتري فيه. ليه؟ كل سنة ولا سنتين بيطلع لي اخبار انه مش كويس والكلام ده، وينزل نفس النزلة ديت. ناس كتيرة تبيع وتخسر، بتبيع بخسارة، وناس تانية بتستنى بتكسب. تمام. واحلى حاجة فيه انه ما بيقعدش كتير، يعني بيقعد من 3 شهور ل6 شهور وتحقق منه مكسب. طب دلوقتي انا اصلا مشتريه اعتبر في القاع، يعني ده ممكن يوصل ل55 سنت، يعني زيرو 55 سنت. تمام. انا معاه، لو نزل المبلغ ده هبقى مبسوط، هشتري منه تاني. المهم السهم ده بيوصل خلال السنة بيطلع ل200%. ما اشتروش ليه؟ ده احلى سهم. هستناه ينزل ل55 قرش زي ما انت شايف كده، 55 سنت، يعني 0.55، وهشتري. يعني احط ضعف المبلغ اللي معايا فيه، وهستنى 6 شهور يا معلم، وهطلع منه ارباح، وافكر الناس كلها. يلا اشوفكم على خير. ما تنسوش لايك، كومنت، اشتراك. ناس كتيرة بتتفرج على الفيديوهات وما تحطش لايك ولا بتحط كومنت ولا بتعمل متابعة ولا اي حاجة، حتى مشاركة ما هين عليهم يعملوا مشاركة. فلو انتم مش حابين القناة، انا ده اخر فيديو هنزله. لقيت تفاعل هنزل فيديوهات، ما لقيتش تفاعل ولقيت الناس بتخش على الفيديو تتفرج على ربعه، يبقى انا محتوايا غير مناسب، فاحسن لي ما انزلش تاني على اليوتيوب. اشوفكم على خير، باي باي.